محتارة بين ميك اب ناعم حق عروس وبين ميك اب ثقيل، او اني احط واللي يطلع معاي. المهم خلاص الحين راح ابلش واللي يطلع معاي، بس انا ما افضل ناعم كلش لان احس وايد يتكرر يعني خلاص. اول شي راح ارطب وجهي، ابدا بسيروم من كلارنس، وايد احبه وايد وايد، واللي بشرته جافه وايد ضروري تاخذه. المهم راح ابلش الحين بنات. هذا الميك اب ينفع حق اللي عيونها مبطنه، وايد ينفع لها. اللي هو تحطين كذي على الجفن المبطن، اوكي، تحطين دائرة على كسرة العين بس توقفين هني تدمجينه. اوكي، راح اجيب فرشة دمج وادمج. ماكو اسهل من كذي، بس دمج. راح اخذ هاللون من هالباليت واحطه مكان الدمج. اوكي كذي. راح اجيب شادو اسود واحطه في نهاية الخط اللي سويته، واكمل سيده، مو سيده طبعا، على الخط نفسه. بنات هالحركة عشان يعطيكم تدرجات الوان. اوكي كمل كذي. راح اجيب قلم في لمعة واحطه كذي قدام. اوكي طبعا بنات القلم كريمي فما راح يثبت معاك، فش تسوين؟ راح تحطين لون شادو يكون فاتح وفي جلتر، مو جلتر. اوكي اخذت من باليت انستازيا نفس اللون تقريبا اللي انا حاطته من القلم، وثبت عشان يتم ثابت. طبعا شو راح يصير؟ راح يصير هالمنطقة مو مرتبة، راح تعيدين عليها بالأسود، تاخذين شادو أسود وتعيدين عشان يصير شكله مرتب. بنات هذه الألوان من غير ما أحط أي إفكت عليها. بنات لو تلاحظون إن في هني صار كذي نفس الظل، بهالمكان راح أحط شادو أسود ومثله برا. اوكي راح حطيته وقاعد مجله برا شوي اللي فوق قصدي، بس ليني راح احط الفونديشن من تحت، يعني ابلش من تحت. قاعد ارد احط عليه شادو اسود علشان يكون شكله واضح. راح اجيب قلم اسود واحدد العين من داخل. طبعا هالحركة راح تخلي عينك واسعة اكثر لين طلع لي شوي برا. بنات لان حاطة وايد شادوات فراح احط رموش خفيفة. ركبت رموش، الحين راح اخذ ايلاينر واحطه مكان الشادو الاسود اللي سويته، مده شوي. الحين راح انظف تحت الحاجب. بعد ما نظفت تحت الحاجب، طبعا الحاجب للحين ما رسمته، راح اشوف الاماكن اللي مو مرتبة ارتبها، يعني مثلا هالمنطقة. لبست عدسات وعدلت شوي الايلاينر، سحبته لبرا اكثر. راح احط بوز اخر شي. طبعا بنات اللي ما تعرف تحط بوز شو تسوي؟ تحط كذي قلم وتطلع عليه برا، بعدين تحط ايلاينر. انا بنزله اكثر. راح احط قلم بيج من هني للنص بس، من هني اسود بس عشان افتح العين اكثر. شايفين شلون العين انفتحت؟ الكل تقريبا عارف خطوات مو خطوات، هو ما يبي له شيء. فونديشن راح احط فونديشن واوريكم خطوات الكونتور. حطيت فونديشن خلصت، والحين قاعد اشيل البقايا عشان اثبت الفونديشن بسفنجة حاندشتي، فرشة بسفنجة. انا ما ينشف الفونديشن، راح احط ارسم الحواجب. طبعا راح اسوي فيهم كسرة، انا ما عندي حاجب من ورا، واخلي الحاجب طويل من ورا كسرة. ان شاء الله فهمتوا قصدي، انه يكون الحاجب الكسرة المهم ان الحاجب طويل من ورا من بعد الكسرة. الحين قاعدة شلون
سويته إن المرفوع كسره بعدين طويل لتحت عشان يعطي شكل العين حادة أكثر. أنا حواجبي مأساة لأن حاطة تاتو قديم، أحس يعني لما أبي أرسم ما أخذ راحتي، لازم يكون قامج. راح أقمج بس اللي ورا. راح أخذ الكونسيلر من هالباليت، عن هذا العشق، واحد هايلايت خشم. كانت شفتوا هالحركة إن شلون تخلين هني كونسيلر فاتح هايلايت، هذه تعطيك شكل الوجه مشدود زيادة. شو شلون يخلي الوجه شي مشدود لفوق. وارد أسوي نفس الحركة، أشيل الزايد بهالسفنجة مالت حاندشتي، أشيل. راح تشيل لك كل الأشياء الزايدة أو الدهون اللي موجودة بهالمنطقة. الحين راح اخذ بودرة صفراء من كونتور ميك اب ستوديو واحطها كذي. هذه بعد الفرشة نفسها هي مالت هاندشت اللي سويتها قبل شوي. وايد حبيت البودرة الصفراء اللي موجودة بكونتور ميك اب ستوديو، وراح احط بس على الاماكن الهايلايت بودرة صفراء. طبعا راح اكثر بهالمنطقة لان المنطقة هذه تفرز وايد دهون، يفضل ان تحطين وايد كومباكت بودر. انا الحين بالنص حطيت هاللون كذي، هذا احطه قبل الكونتور علشان يصير شكله مرتب ما يطلع على طول الفاتح قامج. الحين نشيل الزايد من البودر، اللي صار كله بودر. خل اروح اسوي لي قهوة عشان اصحصح واكمل. اوكي بناتي كمل. راح اخذ الكونتور هذا واحطه من هني لتحت. راح ادمج الحين. بلشت الكونتور من هني لتحت عشان يصير الوجه كذي يعني كأنه رسمة. الحين راح استخدم مسكرة لانكوم، تينا مسكرة لانكوم الجديدة. طبعا ما حطيت ولا شيء تحت العين. احاول اجمع مجموعة رموش كذي واخليها مع بعض عشان تصير كأنه مركبة رموش. الحين راح احط اضاءة، بعد لي اضاءة وايد بس الحين بعدلها انا. احس اللوك يبيله حمرة حمرة شي نفس اللون. احط احمر ولا احط الوان فاتحة؟ ايش رايكم؟ بحط جلتر عشان شي يصير عرائسي اكثر اللوك. راح احط هني جلتر في المنطقة. هذه بإضاءة ثانية، شوفوا الجلتر. راح احط حمرة شي لون. الحين بنات حطيت بس محدد، ما حطيت الحمرة. حلو لون المحدد بروحه. لبست لكم أبيض علشان